السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم مرة تانية في قناتي قناة موني ستايل. والنهاردة فيديو جديد من فيديوهات المشتريات، ومش من اي مكان، من المكان اللي اتعودت ان انا اشتري منه. وصراحة انا على طول قاعدة على الموقع بشوف فين العروض، فين الحاجات الحلوة، فين الارخص، وبروح على طول على شي ان. لو انت اول مرة تشوفي القناة وتمري عليها، انا منال سليمان، ودي قناتي ومحتواها دايما فاشن وتجميل وكل حاجة ممكن تفكري فيها. اتمنى تمري على القناة، لو حبيتيها تعملي سبسكرايب، ولو حبيتيها قوي اتمنى تعملي لايك او تعملي شير كمان لكل اصحابك علشان يتفرجوا على الفيديو ويشوف كل مشتريات موني ستايل. ويلا بينا على فيديو النهارده. وما تنسيش ان انا ليا كود خصم على شي ان، كود الخصم هكتبه لكم هنا، ما هيخصم لك 15% من توتال الفاتوره على الجزم، على الشنط، على هدوم البيت، على كل حاجه تتمنيها هتلاقيها في شي ان. وخصوصا الفتره الجايه داخلين على رمضان والعيد، في ناس كتير بتحب تشتري حاجتها من بدري. النهارده طالعه لكم ومركزه على المنتجات اكتر من ان انا اطلع بوشي، علشان عايزين نركز على المنتجات. وهتلاقوا كمان على الجنب هتلاقوا الحاجه وهي ملبوسه والخامه ورأيي فيها بصراحه ان كانت حلوه ولا وحشه. يلا بينا على الفيديو ويلا بينا. النهارده باول حاجه طلبتها وهو الترنج الرجالي اللي انتوا شايفينه ده. ترنج عايزه اقول لكم شتوي قوي جدا. اعتقد الناس اللي بتشوفني في مصر هم لسه في الشتاء، ما خلاص عندهم الشتاء، احنا خلاص في الكويت قرب خلاص الشتاء يخلص. فانا حبيت اجيب اخر مشترياتي بقى من الشتاء من شي ان. الترنج ده ولادي او رجالي، هو رجالي. هتلاقوا دلوقتي جوزي هحطه لكم كده الصوره على جنب، هو لابسه بيدفي جدا، قوي جدا من الداخل. فيه اللي هو هوريه لكم من الداخل. بصوا شايفين اللي هو عامله زي الصوف كده من جوه، شايفين ده بيدفي جدا. لو لبس بقى تحتي حاجه ممكن ينزل بيه برضو سوبر ماركت، ينزل بيه. شكله شيك مش وحش. مكتوب على التيشيرت زي ما انتم شايفين اهو، طبعا حلو جدا. في كمان الزونت بتاعه مكتوب عليه توداي اهو، ورمادي، والبنطلون بتاعه اسود مقاسه مظبوط، ده اكس لارج. سعره كمان حلو، وده هيتشال بالنسبه لي انا للشتاء اللي جاي. شكله قيم وكمان بيدفي. ده المنتج الوحيد المره دي او القطعه الوحيده اللي اخدتها الرجالي. بعد كده كله حريمي، واخده كمان مقاسات كبيره جدا علشان جايبه مقاسات للحريمي لاختي، جايبه لها شويه هدايا كده بسيطه على دخول رمضان صيفي وشتوي. هحط لكم دلوقتي الحاجات بالسعر بتاعها. وكمان ده سعره اعتقد 5 أو 6 دينار مش فاكره. وطبعا بحط عليه كود الخصم بيخصم لي كمان 15% من توتال الفاتوره. تعالوا نشوف القطعه الثانيه. القطعه الثانيه دي زي ما انتم شايفين هنا كده، دي زي ما انتم شايفين 3 اكس لارج. دي عباره عن 3 قطع. هحط لكم بقى صورتها من دي مش هقدر اقيسها ولا حد فينا هيقدر يقيسها، بس هوريكم قطعه واحده منها. دي زي ايه اقول ايه، زي بيبي دول كده، قطن بتاعه حلو قوي، بس قطن فيه شويه بليستر. شايفين بيتلبس بقى، يا اما هي تلبسه تحت الهدوم. هو قصير مع اني كنت شايفاه اطول من كده شويه. يا رب تكونوا شايفينه كويس، هوريه لكم كده. هو قطن بس فيه نسبه صغيره من البوليستر، يتلبس في الصيف. ده بقى انا يعني لو انا هلبسه ممكن اقف بيه في المطبخ وقت بقى عايزه اقول لكم ايه، وقت الصيف بقى وانتوا واقفين في الفرن، او في رمضان والجو حر جدا، انت قاعده اولادك بره فتقفي في المطبخ بقى تعملي الاكل بيه. ممكن تنامي بيه برضو، حلو قوي. بس هو قصير، انا كنت متخيلاه اطول من كده. جبت الثلاثه، الباكت فيها 3 الوان اهم. هطلعهم بقى دول متطبقين، واحده سودة وواحده بينك وواحده رمادي. ده طوله، ده 3 اكس لارج. فللناس اللي هم مليانين شويه بدل فيهم، وزي ما قلت لكم 3 اكس لارج. انا شايفه خامتهم مش وحشه، هيمشوا في الصيف حلو قوي. هناخد بقى بعد كده حاجه تانية اخدتها من القطع
برضو تتاخد من الكيرفي. البيجامات الشتوي برضو زي ما انتم شايفين هم 3 اكس لارج. 3 اكس لارج. بصوا بتخشوا على الكيرفي يا بنات بتلاقوا الحاجات سواء بيتي سواء سواريه، كل حاجه ممكن تفكروا فيها هتلاقوها في الكيرفي، حتى الشورتات الليجنز الاندروير. بصوا شكل البيجامه بقى قد ايه تحفه وتجنن بجد. شايفين؟ ودي البيجامه تايجر او اللي هي تايجر بتاعي، مش دي تايجر صح؟ يعني ناعمه قوي وبتدفي. بصوا الخامه، بصوا جمال الخامه، ومش مش تقيله اللي هي تخنق برضو. وطبعا مقاس كبير، هتبقى قاعده في البيت مرتاحه، مقاسها مرتاح. يا رب بس يا رشوش تطلع مقاسك، ويا رب يعجبك النوع ده، لاني رشوش برضو ما بتحبش تلبس تقيل قوي، مع ان مصر برد برد برد. طبعا الحاجات الكيرفي كلها هحط لكم صوره الموديل، لاني طبعا انا مش هقدر البسها، ورشوش مش عندي هنا عشان تلبسها. ودي شكل البيجامه عن قريب بجد تجنن. بفكرك دايما ان كود الخصم هيخصم لك 15%، وعلى اساسه تقدري تختاري الاعداد اللي انت عايزاها. ولو جمعتي كمان اوردر حلو انت واصحابك من 25 ل 30 دينار هيوصل لك الحاجه لحد البيت بدون جمارك وبدون توصيل. دايما بفكرك بالنقطه دي. وهحط لك كمان هنا اللينك بتاع الفيديوهات القديمه اللي انا جايبه منها سواريهات من الكيرفي. انا ليه مركزه على الكيرفي؟ علشان ناس كتير بيرجعوا يقولوا موني انا مقاسي كبير ومش بلاقي مثلا سواريه، مش بلاقي ليجنز، مش بلاقي لبس رياضه، مش بلاقي بيجامات فيها شورت. لا، هتلاقوها في الكيرفي. خشوا بس على قسم الكيرفي جوه شي ان، هتلاقوا كل حاجه ممكن تحتاجوها. نيجي بقى للماركه العجيبه اللي هي موتيف. الماركه دي بصراحه انا مش اول مره اطلب منها، طلبت منها حاجات كتير قبل كده، بلوفرات، سيتس. بصوا البلوفر اكنك جايباه من بره، ما تقوليش ابدا انك جايبه دي من شي ان. بصراحه حاجه محترمه كده، ماركه تحسي ان انت مش عارفه والله. انا يعني مش عارفه اقول لكم فيها ايه، لان لما بشكر في الحاجه كتير ساعات اختي تقول لي منال بلاش الاوفر ده. لا بس فعلا شوفوا شكل البلوزه عامله ازاي. بس هي الفكره الوحيده او المشكله الوحيده اللي فيها ان اخر مقاس هو لارج. يعني انت لو مليانه شويه، شوف انا دخلت من الكيرفي على ماركه موتف، دي صعبة شوية في انك تلاقي، بس غير اللارج ده بيحبط شوية بعض الناس. لكن كماركة الفينش، اللون، الالوان، الفينش بتاعها، الشياكة، يعني مش قادرة اقول لكم قد ايه جميل. سعرها سيكة شوية غالي. بصوا الفينش، شايفين الكم؟ شايفين عامل ازاي؟ بصوا الفينش. انا الحاجات الصغيرة قوي دي بتفرق معايا بنات، بجد بتفرق جدا معايا. بصوا فيها سنه ستريتش، بس القطيفه بتاعها القطيفه الناعم. شايفين اللون، اللمعه اللي فيه، تقدري تخرجي بيه بالليل، تلبسيه على بنطلون كلاسيك، على جيبه قولوا معايا جيبه صك كده، او جيبه قطيفه. انا عندي جيبه قطيفه سودا، هيبقى الطقم على بعضه تحفه. بس انا بصور لكم قبل ما اقيس، فربنا يستر ما تطلعش ماسكه. لو طلعت بقى كده هضطر ان انا البسها على بنطلون او ليجنز، والبس عليها جاكيت او بالطو، بحيث ان انا اداري ما تبقاش ماسكه. ويا رب اعرف يعني. انا هقوم دلوقتي وانا بسجل لكم دلوقتي متحمسه جدا بصراحه ان دي اول حاجه هقيسها، لان دي هتحبطني لو طلعت ضيقه، لان انا صدري شويه من فوق عريض وكبير، والعظم بتاع الاكتاف عندي شويه عريضه، فاهمين قصدي؟ فيا رب تطلع حلوه، يا رب اللون يكون عجبكم، وهنروح بعد كده لقطعه تانية. يلا بينا. اوحش حاجه في فيديو النهارده، وكالعاده لازم مع كل فيديو يطلع لي حاجه مش حلوه او يطلع لي حاجه ما احبهاش، الا وهي هذه الشنطه. تعالوا نشوفها. الخامه بتاعتها، رغم ان انا اخده قبل كده شنطه رائعه، بس خامتها ناشفه جدا اهي. معرفش انتوا عجبتكم ولا لا، بس بصراحه حاسه انها ورق. اول مره اجيب شنطه من شي ان بالرضاءه دي، وعلى فكره بحوالي 5 دينار، مش قليل. الشنطه اهي، حبيت بس اوضحها لكم اكتر. زي ما انتم شايفين، بصوا من جوه، شايفين من جوه عامله ازاي؟ حتى الفينش بتاعها سيء سيء سيء، مع اني عندي شنطه قبل كده
كنت اخداها من شي ان، مش بالمنظر ده ابدا بصراحه، اتصدمت فيها جدا، محبتهاش. هما فاضل بعد كده 3 قطع. القطعتين دول انا كنت شايفاهم على الموقع بصراحه عجبوني جدا، ولما مسكتهم برضو كانوا حلوين. ومع فاضل كمان نص بوت او شوز كمان لونها بني، عجبتني جدا. دول احلى قطع يمكن حبيتهم بعد طبعا بلوزه موتف او موتفي. تعال نشوف الترنجين، بس هم قريبين للاسف شويه من بعض، الاتنين كحلي بس الخامات بتاعتهم مختلفه. تعال نشوف واحد واحد. اول واحد شتوي بمعنى الكلمه، ده لون كحلي حتى ماشي مع السجاده، برضو تقيل. ده خلاص اعتقد ان ده هشيله، ده ينفع تخرجي بيه وفي نفس الوقت كمان تقدري تقعدي بيه في البيت، تستقبلي بيه حد، تنزلي بيه مشوار قريب. بصراحه مش وحش. عجبتني طريقه الخياطه اللي هي المقلوبه، شايفين دي طريقه الخياطه المقلوبه، فاهمين قصدي؟ هي اللي كانها الظهر يعني. المربعات دي في القماش او الموديل انا بحبه، بحب الطريقه. التقفيل بتاعها كان حلو برضو. ده مش من الكيرفي، ده عادي، ده الاكس لارج ماشي. الكحلي عاده كمان بيلم الجسم. البنطلون رائع بصراحه، ناعم اهو، ترنج على بعضه حلو، بس ده برضو هشيله اعتقد للشتاء الجاي. تعالوا نشوف القطعه الثانيه عشان مش هطول عليكم. القطعه الثانيه برضو كحلي بس خامه شويه، لا ده اسود كويس، انا فكرت الاثنين كحلي. بصوا برضو نفس الموديل، اعتقد هتلاقوني مكرره شويه، بس عجبتني برضو فكرته. ده حلو. مش عارفه ليه لما اخترته، استغفر الله العظيم يا رب، يعني مش عارفه ليه حسيت ان هو طقم ينفع بعد الشر، يعني بعد الشر لعزا مثلا رغم ان هو ترند، بس تقدري بعد الشر يا رب يا رب يا رب ما حد يعني اعزي في اي حد غالي ولا اي حاجه، بس اللي هو يعني طقم اسود يكون عندك ريدي لاي والكلام ده انا يمكن قلته قبل كده في اكتر من فيديو، انك لازم يكون عندك طقم اسود لبالليل شيك، وللعزاء الصبح او لمكان تروحي فيه التراب. ايه يا مني الحاجات اللي بتقوليها دي؟ لا يا جماعه، ده واقع في حياتنا ان احنا لازم يكون عندنا هدوم جاهزه، ما نبقاش يعني حزنانين وتعبانين ونفسيا ومش لاقيين حاجه نلبسها ننزل بيها. ومش بحب موضوع شكل العبايات اللي هي بتبقى متمرمطه، اللي بتبقى في السريع وتجري تاخدي عبايه وتبقي شكلك حتى لو في الحزن ما يبقاش شكلك برضو مش حلو. حتى لو اللي ميت ده غالي تبقي لابسه حاجه محترمه وشيك. عجبني جدا الترنجين بصراحه، احلى من بعض، واعتقد ان دول هيكونوا احلى 3 قطع. دول مع القطعتين دول مع موتيف اللي هي النبيتي اكتر ترنجات حبيتها. حتى البنطلون فيه الخطين البيض دول بصراحه ده خفيف، ينفع يمشي دلوقتي اللي هو احنا مش عارفين احنا شتاء ولا صيف. الترنجين حلوين زي ما انتم شايفين. هحط واحد يمين واحد شمال، هتشوفوني وانا لابساهم. مش عايزه اطول الفيديو علشان ما افقدش بس ان انتوا تركزوا معايا. الكحلي تقيل، الاسود شويه اخف بتاع الايام دي، واسود شيك خفيف. بصراحه عجبوني الاثنين، مقاساتهم حلوه، شكلهم حلو بجد. دول احلى 3 قطع في الفيديو كله. تعالوا بقى شوفوا اخر قطعه وهي البوت البني. ودي اخر قطعه معانا بقى في فيديو النهارده، ودي بصراحه تحفه من التحف. هي ماسكه السيكه عليا من القدم، بس تعالوا نشوفها الاول وبعدين نقول ماسكه منين وعامله ازاي. شايفين الباكج؟ تحسوا ان انتوا جايبين حاجه كده من الوجا، يعني الوجا يعني. ادي الشوز، شوفوا الشياكه، شوفوا الالوجا اهي. شايفين الكعب بتاعها مريح، مربع. على فكره انا قستها دي مقاس 40. البني اللي هو عارفين الدرجات البني المحروق ده، لون الكوفي. شايفين الجمال؟ هنا في استك، هي ما فيهاش سوسته، لكن انا بحب اللي فيهم استك لان بعد كده بتريح. بس هي بقى ماسكه عليا من هنا، من اللي هو العرض ده. انا رجلي شويه عريضه فتلاقوا من هنا شويه ماسكه. المربع ده انا بحبه لان احسن من البوز، بيوجع لي رجلي. المربع برتاح له لكن ساعات بيبقى ماسك من هنا. دي شكل الشوز طبعا تحفه جدا، وفي اللبس برضو حلوه. هحاول البسها لكم برضو اوريها لكم. ودي كانت اخر قطعه معانا النهارده.
طبعا الحاجه المعتاده اللي دايما بقولها، لو عجبك الفيديو بتاعي اكيد هتعملي لي لايك عشان تشجعيني ونكبر القناه بتاعتنا. ولو ما عجبكيش اكتبي لي كومنت ايه القطعه اللي ما عجبتكيش وايه القطعه اللي عجبتك، وما تنسيش كود الخصم هيخصم لك 15% على نهايه فاتوره. ولو عجبك الفيديو اكيد هتعملي لايك، ولو عجبك قوي اكيد هتعملي شير لكل اصحابك عشان يستفادوا باي قطعه من القطع. وما تنسيش كود الخصم هكتبه لك دايما طول الفيديو، واكتبي لي تحت في الكومنت ايه احلى قطعه عجبتك. وفي نهايه الفيديو احب اقول لك احبك دايما 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 على خير. باي باي.